ازاي تكوني جميلة؟ النهاردة في الفيديو هنتكلم عن الجمال بس بشكل عميق جدا، لان الحياة اللي حوالينا بقت التحديات بتاعتها كتيرة والتأثير الخارجي كتير وحاجات كتيرة قوي. فاحنا مش هينفع خلاص نتكلم عن الامور السطحية بتاع اعملي واحد اتنين تلاتة تكوني جميلة والجو ده. لا، احنا هنا عاوزين نتكلم ازاي تكوني جميلة في جميع مستويات روحك. يعني بصي في كل خلية من جسمك، دي الخلطة السرية اللي انت مش هتحتاجي بعد كده تتسائلي عن الجمال. لا، انت هتكوني جميلة بشكلك، انت هتتقبلي نفسك زي ما انت، وهتشوفي الجمال في كل حاجة حواليكي والناس اللي حواليكي. بس دي رحلة للشجعان، لانك هتحتاجي تواجهي نفسك، تواجهي حاجات المعيقة، وتتحملي مسؤولية حاجات جديدة ربنا يبعتها في طريقك. زي ما هتحبي الجمال فانت هتحبي قصاده برضو القبح، لان الاتنين واجهين لنفس الحاجة ومش هتقدري تشوفي حاجة من غير التانية. فبجد دي رحلة للناس الشجاعة اللي عاوزة توصل لأساس في حياتها، اللي من خلاله تعيش رحلة ممتعة هنا على الأرض، مش مجرد وصول لهدف بس خارجي وحاجة سطحية. لأ، دي حاجة هتملى روحك من جوه. فانت لو شجاعة ومستعدة لكل ده تكملي معايا الفيديو. اهلا، انا علياء، ودي رحلة بنتكلم فيها عن كل حاجة بتساعدنا نكون نفسنا ونعبر عنها براحة وبحرية وبقوة، واي حاجة ممكن تفيدنا في الطريق. لو بتهتمي بالنوع ده من المحتوى تابعيني. النهارده كنت لابسه الوان اصلا مبالغ فيها عشان بنتكلم عن الجمال وكده، بس خليكم تفتكروا ان الجمال ملوش شكل معين. الجمال اتظلم كتير على مر السنين ان هو ليه شكل معين، او ان هو حاجه سطحيه، وانتي لو مهتمه بالجمال فانتي انسانه سطحيه، ولكن دي مش حقيقه خالص. الجمال ده حاجه عميقه ربنا عطاها لنا كنعمه في الحياه نستمتع بيها، واحنا دورنا ان احنا اي مكان تعدي عليه تسيبي فيه بصمة جميلة اكتر عشان روحك يبقى ليها اثر في الارض. احنا هنقسم الهدف بتاعنا لاربع مستويات: روح، مشاعر، وفكر، ومادة. هنبدأ بنفس الترتيب اللي انا قلت عليه ده. ليه ما هنبدأ بنفس الترتيب؟ ما المنطقة اكتر ان انا اعمل حاجات مادية، روتينات معينة تحسسني بالجمال. لا، مش ده اللي احنا هنعمله، لان المادة تقيلة. لو هتعملي حاجة مادية مش مدعمة بالثلاث حاجات اللي قبليها فانت هتحسي ان هي تقيلة ومحتاجة مجهود وصبر وهتقعي كتير في الطريق. لكن لو عملتي اساس زي الحاجات الثلاثة الاولانية فهتستمتعي بالرحلة. فاحنا مش عاوزين بس نوصل لهدف زي ما قلنا، احنا عاوزين نستمتع بالرحلة ونوصل لهدف عميق مش على مستوى خارجي بس. في كل مستوى من ده هنشتغل على شحن وتفريغ. اول حاجة هنبدأ بالروح. ربنا عطانا وسائل كتيرة ممكن من خلالها نشحن ونفرغ روحنا عن طريق الدين، بس ما ينفعش نعمل حاجات سطحية. يعني الدين مش بيتعمل بشكل سطحي، لان انا قعدت فترة طويلة من حياتي بعمل حاجات اللي هو الظاهرية الدينية، وبتساءل هي ما بتجيبش نتيجة ليه، لان الدين اعمق من الشكل الظاهري. ففي بداية الرحلة بتاعتي ركزت على 3 حاجات خدوا مني كل مجهودي عشان استشعرهم بعمق، مش مجرد اعملهم. فمش مهم نكتر في الممارسات الدينية على قد ما مهم جودتها، اللي هو الصلاة في وقتها، الاستغفار والامتنان. دول ال3 حاجات اللي عشت عليهم فترة في البداية قبل ما نضيف لهم حاجات في المستقبل بقى، بس دول كانوا الأساس من البداية. الصلاة بخشوع، الاستغفار كأنه دش كده طاقي نور بتغسل روحك. انا استغفرت يعني ذنوبي اتمسحت، مفيش حاجة اسمها بنقعد نجلد نفسنا. ربنا قال لنا يعني استغفروا وهغفر لكم. احنا بقى بنقرر ان احنا نستغفر والذنوب تبقى لسه ملحقانا برضو. لا، لما استغفرتي يبقى الذنب انتهى. والامتنان على كل حاجة بتحصل بشكل روتيني، لان دي مش حاجات عادية، دي حاجات مميزة بس احنا بننسى ان هي مميزة. فمهم نفكر نفسنا. فال3 حاجات دول ال3 بيعملوا شحن وتفريغ. طب ليه بقى احنا مهم قوي نعمل الصلة دي مع ربنا وتبقى روحنا حاضرة بحاجة دينية؟ احنا دلوقتي هنمشي اتجاه هدف، الهدف ده محتاج طاقة تدفعه، وما ينفعش نعمل فعل مادي وروحي بتعاني. ايه البنزين اللي هيمشيكي؟ مفيش. فعشان كده بنبدأ من ناحية الروح. لو انت عملتي بقى الحاجات دي بعمق هتلاقي النتيجة بتاعتها، فيبقى عندك طاقة. حاجة مهمة بقى لما يبقى عندك الطاقة دي، ما ينفعش تبقى طاقة عشوائية، يعني عندك طاقة كتير وما بتعمليش بيها حاجة. ده خطر، لان انت ممكن ترجعي لنفس الدوائر القديمة اللي هي غريبة الأطوار اللي بتودينا أماكن غريبة الأطوار، أو نطلعها في طاقة سلبية عشان نفرغ. ما هو جسمنا مش متعود على الطاقة دي. فعشان كده مهم يبقى معانا ورقة وقلم نعمل فيها الخطوات دي. شحنا طاقتنا نية واضحة علشان الطاقة دي تتوجه ناحية النية بتاعتنا، ما تتوجهش بشكل عشوائي، لأن هي كده كده تطلع ازاي؟ بالحاجة اللي احنا ناويينها. عشان كده النوايا أهم حاجة. يعني الأعمال كلها بالنيات. ليه؟ لأن الحاجة اللي انت بتعمليها تتوجه ناحية النية بتاعتك.
فنيتنا هنا ان احنا نحس الجمال اكتر في نفسنا وفي الحياة ونشاع جمال، صح؟ فدلوقتي نية وطاقة هتتوجه ناحية النية. هنا كل حاجة كانت بتمنع النية دي ان هي تتحقق قبل كده هتطلع على السطح. فانت لازم تكوني شجاعة زي ما قلتلك، ومعاكي ورقة وقلم، وتكوني واعية كويس لكل فكرة وكل شعور وكل ممارسة سلبية هتظهر لك، لان الحاجات السلبية دي هي اللي كانت منعاكي ان انت تحسي ان هي دي من البداية، او تحسي بشعور الجمال من البداية، او تشاعر الجمال. فتكوني واعية كده ومصحصحة. وكمان ربنا زي ما هيطلع الحاجات السلبية اللي هي كانت جوه مش واعيين ليها على السطح عشان نتخلص منها، فهيطلع لنا افكار ايجابية. فلازم نكون مسؤولين اتجاه الافكار الايجابية والمشاعر دي ان احنا نتعامل معاها. فهندخل على تاني مرحلة وهي المشاعر. زي ما احنا اتفقنا هيطلع مشاعر سلبية وهيطلع مشاعر ايجابية. نعمل ايه مع المشاعر؟ اولا لازم نفرغ المشاعر السلبية عشان نشيل اللي هو الحمل اللي بيكون على كتافنا ده، اللي هو ما بيخليناش نعرف نتحرك لقدام. في كذا طريقة انا اتعاملت مع المشاعر من خلالها خلال السنين اللي فاتت دي كلها، يعني فانا هديكم الاقتراحات دي وانتوا تشوفوا ايه المناسب ليكم وتعملوه. تنفس بعمق، ما تستهونوش بالموضوع ده. هو ممكن يبان بديهي ما احنا بنتنفس طول الوقت، لا بنتنفس غلط. بنتنفس من سطح الرئة. المفروض بنملى بطننا هوا وبننزلها زي الرضيع الصغير كده. مش الطفل الصغير لما بيجي يتنفس بيملى بطنه ويفضيها؟ هي دي الطريقة الصح. والمرة دي هنتنفس بوعي. لما يطلع لي مشاعر مبالغ فيها مش عارفة اتعامل معاها، فانا ببقى واعية ليها هي فين في جسمي، ولو قدرت اقول حدتها قد ايه بقيس حدتها قد ايه وبتنفسها. بتخيل مع كل نفس ان انا باخد المشاعر دي اطلعها بره ونضف مكانها وهكذا. تاني حاجة الكتابة. تكتبي كل حاجة، مش مهم ازاي ومش مهم ايه، اكتبي وخلاص. مهما كانت المشاعر ما تخافيش من مشاعرك، اكتبي كل حاجة، اكتبي كل افكارك وقطعي، وتفضلي تعملي كده لحد ما حدة المشاعر تقل. تالت حاجة الرياضة او تحريك الجسم في العموم. سواء بقى المشاعر دي سلبية او ايجابية بس كتيرة مش عارفة اتعامل معاها، فانا بعمل رياضة بنية ان المشاعر دي تتفرغ. يعني وانا بعمل رياضة ببقى واعية، عشان كده الوعي اهم حاجة في الخطة دي كلها. بعدين التعبير بالفن زي الرياضة برضو بتوجهي مشاعرك اتجاه الفن. احنا مش المفروض نرفض المشاعر، المفروض ان احنا نتقبلها بس بوعي نوجهها. فممكن توجهي المشاعر في ناحية الفن. ممكن الضحك والعياط بصوت عالي برضو دي حاجة تطلع المشاعر. بصي دي اقتراحات، انتي برضو تدوري وتشوفي الحاجة المناسبة ليكي. انا جربت الحاجات دي كلها، في حاجات كملت عليها وفي حاجات لا، عشان عرفت نفسي. هي اصلا اهم حاجة هنطلع بيها من الرحلة دي ان انت هتعرفي نفسك، هتعملي اساس مناسب ليكي انت ترجعي له في اي وقت انت محتاجاه. المرحلة اللي بعد المشاعر هي الافكار. بيجيلنا افكار كتير قوي في اليوم. الافكار العشوائية اللي هي بتعدي بشكل عشوائي دي ما تداش انتباه اصلا. يعني لو جاتلك فكرة وحشة ما تقعديش معاها وتقولي وتأفوري عليها اكتر فتكبريها، كده بتزودي سلطتها عليكي. مع الوقت الفكرة الوحشة دي هتختفي. لو في افكار بقى عميقة عميقة من جوه، دي محتاجة مش مجرد ان انا اتجاهلها هتروح، لا هتفضل تزن، لا دي بقى بوعي مني. في اوقات معينة انا هقعد انا والفكرة دي وهطلعها على المسرح. انا اصلا دلوقتي بقيت واعية ليها، فهي لما انا ما كنتش واعية ليها زمان كانت هي بتحركني من غير سلطتي، لكن طالما انا عرفت بقى ليا سلطة عليها، فانا هقعد بوعي دلوقتي اطلعها على المسرح واشكك فيها وخليها تفقد هيبتها. اوصلها ان هي تبقى فكرة عبيطة كده ارميها في الزبالة، زي ما بيعملوا مع الافكار الايجابية ومضيعين الدنيا دلوقتي وبيشككونا في الحاجات الاساسية الايجابية. فاحنا هنعمل نفس الحاجة بس مع الافكار السلبية بتاعتنا احنا لحد ما تفقد هيبتها، وبعدين تتجاهليها. انت اصلا فكرة عبيطة. انا قعدت معاكي قبل كده ولقيتك ملكيش اصل من الصحة ولا منطق ولا اي حاجة. دي الافكار السلبيه. الايجابيه تديها انتباهك وتكبريها، واي موقف يحصل حتى ملوش علاقه بيها تقولي ياه ده سبحان الله اصل كذا، وتفضلي تكبري فيها لحد ما تاخد حيز. فانت فضيتي مكان الافكار السلبيه فبقى مكانها فاضي، فتقدري تحطي فكره ايجابيه بداله، بدل ما تقعدي تحطي افكار ايجابيه بس. زي مثلا التوكيدات، المهم ان انت تفضي وبعد كده بقى تحطي توكيدات وتقولي كلام وتكرري، والكلام ده كله على فكرة هو فعال. بس فكرة ان انت بس محتاجة تركزي وتستشعري الكلام، ما تردديش وخلاص. بس هو فعال، سيبك من الناس اللي بيقولوا ان هي مش فعال. ممكن ما كانش فعال معاهم هم، بس معايا التوكيدات دي فعالة جدا. يعني انا لما اقول انا جميلة انا جميلة مش بقعد اردد وخلاص انا جميلة انا جميل، لا انا شككت في الافكار اللي بتقولي ان انا مش حلوة، والافكار اللي بتقولي انا حلوة قلت انا جميلة. بصيت للمراية قلت تصدقي فعلا انت عينيكي شكلها حلو، انت ممكن فعلا بشرتك كذا. اكبر الفكرة بمنطق.
رابع حاجة المادة بقى في حاجات كتيرة ممكن تعمليها، بس انت عشان شحنتي قبل كده وحطيتي اساس كبير، فالمادة دلوقتي هتكون ممتعة وهيكون نتيجتها اعلى، وكمان هتكون بتعمليها من شعور كويس، من فكر كويس، من نوايا كويسة، وعندك الطاقة اصلا اللي انتي استمدتيها من ربنا، فهتيجي المادة بقى بسهولة. ومهم كمان في المادة ان انتي تبقي فاهمة نفسك ايه الحاجات المناسبة معاكي وايه الحاجات اللي مش مناسبة معاكي. يعني انا بالنسبة لي ان انا اربط الروتينات ببعضيها واعمل روتينات بسيطة بس وسريعة، ده افضل لي من ان انا اقعد اعمل روتينات معقدة وما اعملهاش. يعني مثلا انا عارفة ان الرياضة دي حاجة مهمة علشان صحتي وعشان شكلي وعشان طاقتي، وعشان الرياضة دي مهمة في كل حاجة، بس انا عارفة ان انا بعملها في افضل وقت في بداية اليوم على معدة فاضية. دي حاجة مش بتتعبني، ممكن حد تاني يتعب من ده، لكن لو قعدت هكسل وهتضايق بعد كده لما عملتش. يبقى اول ما اقوم من النوم رياضة على طول، وبعدين ابقى افطر. الدش مثلا سريعة، انا عارفة ان لو عملت الدش الطويل جدا ده بكسل. عملتي روتين مناسب ليكي ما تتناقشيش فيه بعد كده عشان ما يبقاش عيب عليكي، لان انت لو اتناقشتي فيه مره كل مره عقلك هيقعد يقولك طب ما نسيب كذا، طب ما نعمل كذا. لا، الروتين معمول اصلا عشان يسهل عليا حياتي مش عقدها، فانا مش بتناقش في روتيناتي. طالما جربت كذا حاجه وعرفت الحاجه المناسبه ليا فانا بعملها من غير ما بفكر وغير ما بتناقش فيها، الا لو في اوقات انا تعبانه مثلا فببقى عارفه نفسي. ده اكتر كنز اصلا هتوصلي له من الرحله دي لما تكوني واعيه معاكي ورقه وقلم بتتابعي على طول، ان انت هتعرفي نفسك، ان انت هتعملي الاساس المناسب ليكي انت اللي هترجعي له في اي وقت. في النهايه يا جماعه الموضوع ده فعال جدا وبجد خلاصه سنين من التجربة، لان انا كل يوم بقوم اتساءل هكون احسن ازاي، ادور نفسي ازاي، اجرب ازاي. فدي شخصيتي حرفيا، يعني دي حاجة لما اعملها 24 ساعة ما عدا الاوقات اللي بنام فيها 7 ايام في الاسبوع 365 يوم من السنة. وجربت حاجات كتيرة، دي افضل طريقة وصلت لها في النهاية، لان هي بتعمل اساس بيختلف كل واحد عن التاني فيه بس مناسب ليك انت. والخطة اللي انا عملتها للجمال دي حولتني من شخص بيبقى مش مرتاح في نفسه لحد كل ما بعدي قدام المراية بقول انت بتحلوي كل يوم ليه كده. مش غرور، بس اني اخيرا اعطيت لنفسي فرصة اشوف الجمال فيا وفي اللي حواليا، وكنت شجاعة كفاية ان انا زي ما اشوف الجمال اشوف عكسه واتقبله، وابص العين للحياة كلها بعين الرحمة، وبطل اظلم في نفسي في الحاجات اللي ربنا عطاها لي كويسة بس انا مش قادرة اشوفها بسبب تراكمات من سنين وافكار وحاجات غريبة. في الرحلة دي هتلاقي في ناس بتيجي تقولك حاجات غريبة، يعني ممكن حد متعرفوش يقولك انتي وشك شحب النهاردة مش عارفة ايه. ده التحدي، ان هيجيلك حاجات كتيرة بتصوب ناحية نقط ضعفك، لان نقط ضعفك دي هي اللي كانت منعاكي، هي كانت الحته الضعيفه اللي انت محتاجه تقويها. وفي نفس الوقت هيجيلك افكار وحاجات جديده ومشاعر جديده محتاجه انت برضو تكوني واعيه، وفي نفس الوقت هيجيلك برضو مشاعر وافكار ايجابيه وممارسات ايجابيه لازم تكوني مسؤوله ان انت تتعاملي معاها وتكبريها في حياتك. هو ده التحدي، ان انت اصلا تكوني واعية ومسؤولة ومتقبلة. فدي رحلة طويلة، اكيد في ايام بتكون مش كويسين، بس دايما نبقى عارفين ان في اساس احنا بنرجع له وان كل حاجة هتبقى كويسة. وياريت يبقى معاكي ورقة وقلم وتبدأي دلوقتي، ما يكونش ده فيديو من الفيديوهات اللي انت بتسمعيه وبعد كده بتروحي اللي بعديه ولا كأنك عملتي حاجة. لا، ابدأي نفذي، وواحدة واحدة هيظهرلك حاجات جديدة. خليكي شجاعة وتقبلي وما تاخديش اي حاجة بشكل شخصي، لان مفيش اي حاجة بشكل شخصي، انت بس تستمتعي في الرحلة. احنا في رحلة كده بنتعلم وبنحاول نعمل اللي علينا عشان نأدي رسالتنا هنا. فأتمنى ان تكوني استفدتي واستمتعتي، وما تنساش تتابعيني لو مهتمة بنوع المحتوى ده. وعندك برضو التيك توك بتاعي والانستجرام هكتبه تحت في مكان ما، في حاجات هناك مفيدة برضو. بس كده، والى اللقاء واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.